السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي قدام شاطئ ادوارد الخراط، سعر دخول الفرد فيه 10 جنيه. الشاطئ ده بعد منطقة بير مسعود. هنلاقي على يمين الصورة هنلاقي منطقة بير مسعود، وبعدين شاطئ محمود سعيد، وشاطئ البوليفاج، وشاطئ جزيرة الدهب، وبعد كده شاطئ المندرة والمنتزه، وبعد كده المعمورة. احنا شايفين دلوقتي شاطئ ميرامار، سعر دخول الفرد فيه ب15 جنيه. وده شاطئ سيدي بشر المميز، سعر دخول الفرد 25 جنيه. الشاطئ ده في منطقة سيدي بشر قدام مسجد سيدي بشر وحديقة سيدي بشر. وبعدين هنلاقي بقى التوسعات من أول شارع محمد نجيب لحد منطقة السرايا. ده مكان شاطئ إيناس حقي، وكمان شاطئ إسحاق حلمي. المعدات كل يوم شغالة في عربيات كمان، زي ما احنا كده شايفين لحد منطقة السرايا. زي ما احنا كده شايفين قدامنا البوابات اهي باينة، وكمان الكورنيش الجديد. بعد كده منطقة محمد نجيب او شارع محمد نجيب، هنلاقي طبعا في برضو معدات، وهنلاقي طبعا عفرة جامدة جدا بسبب طبعا اعمال التوسعة. شايفين بقى عرض الشارع هيكون واسع جدا، عشان كمان منطقة شارع محمد نجيب بتكون ضيقة، وطبعا بتكون مزدحمة جدا بالعربيات، هي ومنطقة سيدي بشر عند حديقة سيدي بشر. فبيبقى الشوارع هناك ضيقة، فيها ازدحام، طبعا بتعرقل بقى سير العربيات هناك. زي ما احنا كده شايفين بقى في ازدحام مروري في المنطقة هنا، عشان كده تم التوسعات من عند شارع محمد نجيب، وكمان بعد سيدي بشر، وكمان منطقة السرايا. احنا كده شايفين اتجاهين، اتجاه رايح محطة الرمل والمنشية، والاتجاه التاني رايح العصافرة والمنظرة، وكمان المنتزه والمعمورة. احنا كده طالعين على شارع محمد نجيب، وبعدين شارع خالد ابن الوليد، وبعدين شارع جمال عبد الناصر، وبعدين شارع ملك حفني. احنا كده في شارع محمد نجيب، قدامنا البحر، وورانا شارع خالد ابن الوليد، وجمال عبد الناصر، وكمان شارع ملك حفني.